السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم خبز صحي بالقمح الكامل والشوفان. دائما تاع القمح الكامل يقولوا لي باللي يجي ثقيل. هنايا هذه طريقه باش يجيكم خفيف بزاف، تبعوها معايا واكيد غادي ينجح لكم ويعجبكم هذا الخبز. ما نطولش عليكم وندخلوا نشوفوا طريقه التحضير. هنا اول حاجه غادي ندو الشوفان تاعنا قد هكا كعبر تاع غرفيه ونشمخوه بالماء حامي سخون طابخ، ونديرو الخماره تاعنا. درت 2 مغارف تتفاعل. كي تفاعلت مليح زدت عليها الفرينه تاع القمح الكامل كما راكم تشوفوا، الكميه اللي بغيتو بيان سور على حسب ما غادي تعجنوا. وزدت عليها هذاك لافوان اللي كان ولا الشوفان اللي كان تشمخ. درت هنايا 3 مغارف كبار تاع ياغورت طبيعي هو اللي يخليها تجي هشيشه، و3 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. ونبدا نزيد الماء دافي ونعجنها وحتى للتالي نديروا الملح. هنايا بيان سور سرعت لكم، راكم تشوفوا العجينه كيفاش نخلوها خفيفه. هذا تاني كسر من الاسرار باش يجي خفيف. غادي نغطيها ونخليها تطلع تيضاعف الحجم تاعها. غادي تشوفوا كيفاش غادي يطلع في لو ميم بول اللي درتو فيه. ماشي ضروري البيتخان غير سهل علينا الخدمه، هذا ما كان مي هو ما غاديش تتبدل النتيجه. ما كناش حنايا نخدموا غير بالبيتخان. وما نكذبش عليك، نصيحه لكل سيده، البيتخان راه يخليها تربح بزاف الوقت. تديه غير باغ فاسيليتي، راهم يديروا باغ فاسيليتي دائما وبارتو، امالي تديه ويسهل عليك بزاف امور تربحي الوقت. المهم هنايا كي طلعت غادي نديرهم قريصات ونرمضهم في النخاله كما راكم تشوفوا، ولا السميد. انا نبغي هذه الخبز نبغي نرمضه في النخاله ونديروهم يطلعوا غير شويه. هنا غادي بالخف يطلعوكم باسكو العجينه خفيفه، غادي تطلع بالخف. دونك غير ديروهم في السني، تبدو تحموا الفوق تاعكم، والفوق يكون درجه حراره عاليه، يعني ديروه 200 درجه، وبالفرنايت تجي 400 درجه فرنايت. هذه هي، وهذا هو الخبز تاعنا يجي خفيف وهشيش. شوفوا كيفاش يجي داير، او بالصحه والراحه.